السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحكي لكم قصه او التكمله ديال القصه. يلا باش ما نطولش عليكم خليو شي لايك وشي كومونتير. يلا نبداو. ياسير كان كيترعد قدامي والعرق كيقطر ليه من جبهته، وقال لي بواحد النبره فيها الفشل: لا، للاسف انا ماشي بحال المحققين ديال العاصمه. انا ضحكت عليه من قلبي وبالجد هو تبسم بواحد الارتباك باين عليه. شدت ليه بيدي باش يتحرك وقلت ليه وانا باقي كنضحك: شوف، بغيتك تديني شي قهوة قريبة من هنايا. دار السارود وديمار الطوموبيل وقال لي: واخا، اللي بغيتي. وصلنا لواحد القهوة بسيطة بزاف كتسيرها مرا شارفة مع بنتها. جلسنا وطلبنا جوج كيسان تاع اتاي. السيدة حطات الكيسان قدامنا وقالت لينا بكل ادب: واش خاصكم شي حاجة اخرى؟ ياسير كان متبسم وقال ليها: لا شكرا على لا. دارت جهتي وسولاتني: وانت اولدي واش خاصك شي حاجه؟ هزيت المينو وبديت كنقلب فيه وسولتها: واش عندكم الحلوى هنا؟ جاوباتني وهي ضاحكه: لا ولدي، كاينه غير المشروبات. تما سولتها واحد السؤال اللي خلاها تستغرب: هادشي من ديما ولا يلا حيدوا الحلوى مؤخرا؟ قالت لي وهي مستغربة: حنا من نهار حلينا هادي 20 عام وحنا كنقدمو غير المشروبات، وعمرنا دخلنا شي نوع تاع الحلوى. قلت مع راسي: غريبة. ياسر سمعني وسولني: شنو اللي غريب؟ قلت ليه: واحد الصديق ديالي نصحني نجرب كيكة حامضة هنايا، وقال لي بلي هي احسن كيكة في المدينة. السيدة ضحكات وقالت لي: اكيد غلطتي في القهوة اولدي. جاوبتها بابتسامة: ايه، باين هكذاك. سمحي لي بزاف على سوء الفهم. قلت ليا ماشي مشكل. عيط عليا ولا على بنتي الا احتاجيتي شي حاجة. مشات المرأة وانا هزيت الكاس تاع اتاي وقربته لفمي وبقيت ساهي. ياسر قال لي: ما كنتش عارف بلي كيعجبك اتاي. شفت فيه وقلت ليه: وشكون قال لك بلي كيعجبني؟ ياسر استغرب وقال لي: ولكن عاد طلبتيه. حطيت الكاس فوق الطبلة وجبت واحد الملف كان معايا وقلت ليه بصرامة: خليني من هاد الشي وركز معايا. ياسير قد جلستو وقال لي: واخا. قلت ليه وانا كنقلب في الوراق: هاد القضية بحال القضية الاخرين، الحل ديالها ساهل، ولكن خاصنا نهضروا مع الشهود بزاف. كملت كلامي معاه باش نربح ايام كتر وما تسولنيش علاش. غادي نقول ليك ملي نحل القضية ب8. ياسير سولني بخوف: وفوقاش غنبداو؟ شربت الكاس دقة وحدة وقلت ليه بكل ثقة: راه بدينا والقضية الأولى تحلات. بقى كيشوف فيا ومخلوع: كيفاش؟ راه مازال ما درنا والو. شرحت ليه القضية الأولى كانت على اختفاء درة صغير هادي عام في هاد القهوة فاش كان مع والديه. واش شي حد فيكم في الكوميسارية قرا الأقوال تاع الشهود؟ قال لي: أكيد قراوهم، علاش؟ سولتو: وانت واش قريتيهم؟ قال لي: إيه، فاش كنت كنراجع معاك الملفات في المكتبة. سولتو: وما لفت الانتباه ديالك والو؟ حرك راسو: بلا. حليت الملف في واحد الصفحة وشرت بصبعي لواحد السطر وقلت ليه: قرا هاد الطرف. ياسير هز الملف وقرا بصوت مسموع. قال لي: رامي كاين كيلعب قدامنا بكورة وما غابش على عينينا حتى لواحد اللحظة. بغى يمشي للطواليت وداتو ديك المرا الشرفة اللي كتقابل المحل ورجعاتو لينا ديك الساعة. شاف فيا ياسر وقال لي: ايوا، فين المشكل؟ شعلت السيجارة ديالي وقلت ليه: كمل القراية. كمل ياسر. دوزنا نص ساعة موراها قبل ما نمشيو. رامي قدامها كياكل في كيكة حامضة اللي عطاتها ليه المرة الشارفة، فابور على حسب المحل. تما ياسير بقى مصدوم وقال لي: ولكن يا عد. قلت ليه: كمل القراية. رفضات تاخذ منا الفلوس وقالت لينا الحساب مدفوع هدية من المحل، ورجعت لاكيست. تبعناها باش نقنعوها ولكن رفضات. وفاش رجعنا للطبلة ما لقيناش رامي وما كان حتى واحد في القهوة يقول لينا فين مشى. ياسير حط الملف وفمو محلول: شنو كيعني هاد الشي؟ شرت
بيتي المرا الشارفة وقلت ليه كيعني بلي هاد المرا هي المجرمة، هي وبنتها، ولكن ما غنزربوش حتى نواجهوها بالأدلة. ياسر تخلع، ديك المرا الظريفة طفيت السيجارة ونط، ما بقاتش ظريفة. يلا نزيدو من هنا. ياسير بغى يعيط ويقبض عليها، ولكن حبستو وقلت ليه ببرودة تهدن وما ديرش صداع، سير خلص واسكت، انا كنتسناك في الطوموبيل. ركب ياسير وهو معصب ومقلق، كيفاش نخليوها مطلوقة؟ قلت ليه هي مطلوقة هادي عام، نصبروا ايام باش نجمعوا ادلة كتر، حسن ما يجي شي محامي واعر ويخرجها براءة بسبب ثغرات تافهة. انا غنكتب تقرير ونحط كاع الملاحظات والباقي على المحققين اللي عندكم، واخا قدراتهم على قد الحال. ولكن هاد القضية ملي فككتها ليهم غتجي سهلة، وإلا ضيعوها غيكون بسبب الإهمال ديالهم. ياسير سولني بخوف، واش كيحسب ليك الدري وقعت لي شي حاجة؟ سولته بصراحة واش بغيتي تعرف الرأي ديالي؟ قال لي لا خليني هكذا حسن. قلت ليه قرار حكيم. دوزنا يومين اللي بقاو كنحلو في القضايا السبعة الاخرين وسالينا في وقت معطل من الليل. طلبت من ياسر يوصلني لداري، وقبل ما ننزل قلت ليه تبارك الله عليك درتي خدمة واعرة. ياسر كان وجهه عيان ومهموم، وقال لي انا مقلق حيت هاد القضايا كانت سهلة بزاف وبسبب الاهمال ضاعوا الناس. قلت ليه ما تظلمش صحابك، راه حتى انت ما فقتي بوالو واخا درتي مجهود، انت ذكي كتر من اللي كتصور. سير ارتاح، غدا غنقدمو التقارير الغازي. ياسير سولني وبالنسبة لعشرة القضايا الاخرين؟ قلت ليه بكل صراحة باقي محيريني وما لقيت والو يخليني نحس بلي غنحلهم في هذا الوقت القصير. قلت قال لي خذ وقتك. تبسمت وقلت ليه ماشي عاد دابا قلتي بلي تأخر المحققين هو اللي ضيع الضحايا؟ ياسير هبط راسو وانا كملت. المهم الهدف ديالي ماشي غير نعتقل الناس، هدفي هو ما يبقى حتى مجرم كيحسب لي باللي هرب من العدالة. ودعتوه ودخلت لداري في الطبقة العاشرة، جلست فوق السداري وبقيت نتردد واش نعيط للنادر ولا لا. وفي التالي عيطت للنادر وجاوبني بصوت فيه النعاس. اعتذرت ليه ولكن هو قال لي عارفك ما عيطت حتى كاين شي حاجة مهمة مطيرة عليك الناس. ناض الكوزينة يوجد قهوة وبدا كيسولني على غازي وكيفاش دازت المهمة. عاودت ليه كاع التفاصيل اللي وقعت ليا ومني ساليت. قال لي نادر بواحد النبرة غريبة ما خيبتيش ثقتي فيك اياد، ولكن غازي راه عنده الحق. سولته وانا حاط يدي على راسي، عنده الحق فاش؟